يا اهلا بقى ناس في قناه اقوى افلام. فيلمنا النهارده بيبدا في الصين، وبيتحكى لنا عن محارب اسطوري سيجما كده ولابس طبق على دماغه، بيقول ايه الزهق ده، وبيبدا يدور على حد يتخانق معاه، ويستحسن يكون اكسترا شرير يعني. وطبعا كل الحيوانات بتحترمه وبتخاف منه، ولكن في الواقع بيكون كل ده مجرد حلم للباندا ابوه، اللي بيصحى من النوم وبيلاقي نفسه يعني مش مستغطي كويس. وبنعرف ان الوزه دي هي ابو الباندا ده. طبعا شيء بديهي يعني ان الوزه بتخلف باندا، معلومه دارجه جدا، ولو ما تعرفهاش فاعلم ان الشيطان هو الذي منعك، او انت ما درستش احياء كويس يعني. انا مسامحك خلاص، بس بقى ما تزعلش، وبذاكر كويس بعد كده عشان ما تخليش واحد بيلخص افلام كرتون يعدل عليك. عيب عليك والله، انت اعقل من كده. المهم بنعرف انهم عندهم مطعم وبيقدموا فيه مكرونه. ما تيجي نعمله واحد اندومي باللحمه كبير ونحطه عليه برطمان الشطه ده كله. وبيجي الاب يقول لابوه انت كبرت دلوقتي وانا هديك الوصفه السريه اللي هتقدر تمسك فيها المطعم من بعدي. وبعدها بنروح لقمه جبل بعيده فيها عدد من المحاربين الشجعان، ومعاهم المعلم الكبير بتاعهم واللي بيكون اسمه شيفو، علشان الكبير فيه اللي اكبر منه والقوي في اللي اقوى منه الكلام ده. يبقى شيفو عنده معلم فوق منه اسمه اوجواي، والمعلم اوجواي السلحفه ده بيستدعي شيفو علشان يقول له انه حلم بتايلونج الشرير. وقتها بيروح شيفو بسرعه يطلب مضاعفه الحراس على السجن اللي مسجون فيه تايلونج، وبيقول لاوجواي ان هو لو رجع هيدمر الوادي بالكامل ويقتلهم كلهم. بس اوجواي بيطمنه بيقول له علشان كده احنا هنلجأ لمخطوطه التنين، وطبعا اللي هياخدها يقدر يهزم تايلونج بكل سهوله، لان وقتها هيبقى التنين المقاتل. وبيرجع يساله تاني ويقول له طب ها بقى يا معلم فين المحارب الجامد اللي هنثق فيه ونديله مخطوطه التنين. يا الله. وفي الوقت اللي هم بيفكروا فيه بنرجع فيه بقى لبوه، واللي بيكون عمال ينزل طلبات في المطعم بتاعهم، وبيشوف اعلانات عن الاختبارات اللي هتتم في القصر الكبير علشان وقتها يختاروا التنين المقاتل. فبيقول بس انا اتولدت علشان اكون تنين مقاتل، لازم اشارك في الاختبار ده. لا بهزر اكيد، انا اروح اتفرج وخلاص اشوف مين من المقاتلين الخمسه هيبقى هو التنين المقاتل، وده لانه بيحبهم جدا. وقتها بيقول لكل الزباين يروحوا هناك بسرعه علشان يتفرجوا على الحفل. انت راجل مش جدع. فبيطلب منه ابوه ياخد عربيه النودلز اللي هناك، لان وقت الحفله هيكون في عدد كبير من الناس وهيقدر يسترزق ويبيع اكل كتير. وفي القصر فعلا بيكون سكان الوادي كلهم هناك وعمالين يحتفلوا بمراسم التتويج، وبنشوف بوه هو عمال يجر العربيه بكل قوته علشان يطلع لفوق. واخيرا بيوصل متاخر، وبيقفلوا الباب في وشه، والاحتفال بيبدا، والمقاتلين الخمسه بيبداوا يستعرضوا قوتهم قدام المعلم ده علشان يختار منهم التنين مش هقعد اقول كده كل شويه بقى. وبيكون حاسس ان التنين المقاتل قريب منهم، واكيد طالما قال كده يبقى ما كانش يقصد حد من المقاتلين الخمسه. وبيكون بو وقتها نفسه يدخل يتفرج على المحاربين الخمسه، وبيحاول يدخل بكل الطرق، ده حتى بيجيب كرسي وبيلزق فيه صواريخ علشان يقدر يرميه جوه القصر. وفعلا بيقدر يعمل كده، ولما بيفوق بيلاقي المعلم اوجواي فوق دماغه، وبيقول له خلاص انت تم اختيارك علشان تكون التنين المقاتل. فبيتصدم بو وقتها لان ما كانش متوقع ان حاجه زي دي تحصل. وبيفضل سكان الوادي يحتفلوا بالتنين المقاتل غير منطقي ده، والمعلم شيفو بيكون واقف وهتجيله جلطه من العبث اللي بيحصل ده. وبياخد المعلم اوجواي على جنب ويقول له طب ازاي تقنعني، ازاي الدب ده هيبقى تنين المقاتل ده، ما ينفعش خالص بكرشه ده. وبيقول له يا ابني ده وقع علينا من السما، يعني مقاتل وبيطير. وبيقول له يلا طير انت بقى، نرمي وعلمه اي حاجه دافع بيه عن الوادي، انا عملت اللي عليا واخترته ليكم. وقوم سايبه وماشي. وبعدها بنشوف السجن اللي تايلونج محبوس فيه، واللي بيبقى عباره عن مكان مؤمن جدا وما فيهوش غير سجين واحد هو تايلونج وحواليه 1000 حارس. وبيتضايق جدا مدير السجن لما بيجي له المرسال بتاع شيفو علشان يزود الحراس، فبياخده وينزل بيه للقبو علشان يوريه كم الحراس اللي موجودين في المكان، وكمان علشان يشوف تايلونج وهو متقيد بالسلاسل. وبعدها بيروح يستفزه ويدوس على ديله ويعرفه ان شيفو عمل مراسم اختيار التنين المقاتل، واللي كان نفسك فيه غيرك هياخده على طبق من فضه، وانت عيني هتفضل محتجز هنا لغايه ما تتعفن. وبالصدفه وهم ماشيين بتقع ريشه من زنج قدام تايلونج، واللي بياخدها في المداري كده. وبنرجع لبول اللي بيدخل القصر وبيكون منبهر من كل حاجه حواليه، وبيشوف الحله الاسطوريه دي واللي بيكون فيها رماد 1000 محارب كونغ فو. وطي صوتك يا ابني انت. وشيفو بيكون اصلا مش طايقه ولا مقتنع حتى انه ينفع يحارب، يعني مش تنين مقاتل. بسم الله الرحمن الرحيم كده بيوقعها ويكسرها في اول دقيقه ليه في القصر. وبعدها بيبدا بو يتفرج على تمرينات المقاتلين اللي بيبقوا اقوياء جدا ومحدش قدهم، وبتجيله لحظه جنون عظمه وبيقول لهم انا اقدر اعمل احسن من اللي انتوا بتعملوه، انا رقم واحد في كوكب الارض. بيروح يجرب حظه، لكن بيرجع زي ما انتوا شايفين كده. وبالليل بيسمع المقاتلين وهم بيتكلموا عليه وبيقولوا عليه عيل مدهن وكرشه مدلدل وما ينفعش يحارب ولا اي حاجه من الكلام ده. فالموضوع يا عيني كده بيحز في نفسيته وبيطلع غله في الاكل. وبعد شويه بيتسلل للقصر تاني علشان يكمل اكله، ولكن بيلاقي تايجرس واقفه
وبتنفض في وشه وبتقول له اسمع الكلمتين دول بقى من غير زعل، من الاخر كده انت عمرك ما هتبقى التنين المقاتل، وده لاسباب كتير ومن ضمنها انك تخين، عديم التركيز، مهاراتك القتاليه صفر، سرعتك بالسالب، وبصراحه انا ما اعرفش انت بتاكل ايه، يعني حاول تبطل اللي انت بتاكله ده عشان الغازات هتموت. فبيقول لها خلاص خلاص شكرا، فكر في الموضوع ده وكلمني. فبتقول له تقصد مواضيع، صدق انا غلطان اني كلمتك اصلا، وبتقوم رازعه الباب في وشه. فبيزعل وقتها وبيروح يقعد تحت شجره لوحده، وبيجي له المعلم اوجوي يتكلم معاه، بيقول له ما تفهمنيش صح، انا باكل لما بزعل. فالمعلم بيقول له انت تحور عليا، انت بتاكل على طول. بيقول له ده ما لفتش نظرك لحاجه يعني؟ يا عم انا ما عنديش مهارات المقاتلين الشجعان ولا اعرف اكون زيهم، وكمان ما اعرفش اي حاجه على الكونغ فو، وبصراحه كده انا حاسس ان انا لازم اهرب وارجع اشتغل مع ابويا في المطعم تاني. ولكن اوجوي بيشجعه وبيقول له بص يا ابني، احنا ما نقدرش نغير الماضي، بس لو اتعلمنا حاجه جديده في الحاضر يعني هنقدر نغير بيها المستقبل. المهم نسيب القصه الحزينه دي ونرجع للمجرم تايلونج تاني، اللي بنلاقيه قدر يفك نفسه بالريشه بتاعت زنج، اسمه امك غريب انت، اللي وقعت قدامه من شويه، وبيشوفه مدير السجن وهو بيفتح قيوده، فبيخاف زنج جدا وبيحاول يهرب من السجن علشان يرجع للقصر تاني بسرعه ويبلغ شيفو عن اللي حصل. ولكن مدير السجن بيمسكه من زوره ويقول له اياك تعمل كده، وبيبدا الحراس يرموا عليه الرماح، ولكن تايلونج بيستعملها لمصلحته ويفك بيها باقي السلاسل اللي هو مربوط بيها، وبيقدر يتخطى كل الاسهم بتاعه الحراس ويطلع لهم فوق ويعلمهم الادب. بعد ما بيعلم عليهم كلهم بيدمر السجن على دماغهم، وبيمسك المسكين ده من رقبته وبيقول له روح يلا قول لشيفو الكلب بتاعك ده ان التنين المقاتل الحقيقي رجع. وفي اليوم التاني بيكون ده اول يوم تدريب لبوه، ولما شيفو بيدور عليه بيلاقيه مش موجود في المكان، فبيقول يلا الحمد لله انه مشي، وبيديها واحده ابتسامه خبيثه كده، ولكنه بيلاقيه قاعد بره وبيعرف منه انه قاعد طول الليل بيعمل الشيء ده. بالله عليك ما تقولش انك كنت بتتمرن بالشكل ده. ولما بيتريقوا عليه بيقول لهم بس انت وهو انا طول الليل بتدرب، يعني مش باقي على حد واقدر اضربكم كلكم. تقريبا السهر اثر عليه يعني. المهم بيقول لهم انا جاهز، فبيقاتلوا كل واحد من المحاربين الخمسه كل كيس لوحده وبيعلموا عليه، وبيختمها المعلم شيفو بانه يرميه من على سلالم القصر، اللي بالمناسبه لدقه التفاصيل يعني 1000 سلمه، ولكنه مش بيستسلم وبيطلع لهم تاني، وبيروح له منتس بالليل يعالجه بالابر الصينيه علشان يخفف الالم. واثناء ما هم بيتكلموا بتدخل عليهم تايجرس وبتبدا تحكي له عن قصه تايلونج المخيفه، وبتكون قاصده تعمل كده علشان تخوف بوه وتمشيه من القصر، وبتحكي له قصه تايلونج اللي لقاه شيفو ايام ما كانت حواجبه لسه سودا، وبص هو كان حاجه صغيره يعني، بقول لك ايه نعتبره طفل. وقتها بيقرر انه هيربيه ويدربه زي ابنه بالظبط علشان لما يكبر يبقى هو التنين المقاتل، وبيظهر عليه وقتها مهارات عاليه جدا في القتال، ولكن للاسف بيكون في نفس الوقت مغرور. ولكن اوجوي وقتها بيقول له انت قوي وكل حاجه، ولكن انت عيل مش سالك وما تستحقش المخطوطه دي. وقتها بيمسك القاع يكسرها على دماغهم، وبيبقى خلاص هياخد المخطوطه بالعافيه، فبيضربوا اوجوي وبيحبسه في السجن اللي شفناه في اول الفيلم. ومن وقتها شيفو بتجيله حاله اكتئاب ومش بيبتسم حتى لانه حب تايلونج جدا واعتبره زي ابنه. وبعدها بدقايق بيجي لهم خبر هروب تايلونج من السجن، وبيبقى شيفو معترض جدا ان ابوه يبقى هو التنين المقاتل، ولكن اوجوي بيقول له يعني عند بعند والله هو اللي هياخد المخطوطه. وبعدين اقول لك على حاجه، ماي تايم هاز كم، سلام يا ابن العبيطه. وقتها بيختفي من قدامه بيموت يعني، وبيرجع شيفو يعرف المقاتلين ان المعلم اوجوي اتكل على الله، فبيقولوا له ايه ده هو ساب المدينه ولا ايه؟ فبيقول لهم يعني مش بالظبط كده، الله ينور عليكم يعني دماغكم حلو، قلتوا لي بتحلقوا فين. وبيعرفهم ان تايلونج هرب من السجن وان ابوه هو الامل الوحيد دلوقتي للاسف، وهو الوحيد اللي هيقدر يوقفه. فبيقول له انا يا ابني هو انا اتدربت اصلا عشان اعرف اتنيل احارب؟ هو بتعترض تايجرس على القرار ده وبتقول له سيبنا احنا نقاتل تايلونج لوحدنا، وبتعرفه انه كان بيدربهم كل الفتره اللي فاتت دي علشان يحاربوه. ولكن شيفو بيتعصب جدا وبيقول لها مفيش حد هيقاتله غير بوه، وبيشاور على الفراغ اللي جنبه لان بوه بيكون هرب ونفد بجلد، وبيطلع يجري وهو مقرر خلاص انه يهرب من القصر بالمجانين اللي فيه ويرجع تاني يعيش في الوادي ويبيع مكرونه. ولكن شيفو بيقفشه قبل ما يخلع ويقول له يا ابني ما ينفعش تستسلم دلوقتي، انت تنين المقاتل يلا. فبيقول له والله يا عم انا عيل صغير، بعدين تنين مقاتل مين انا باندا؟ انا مش هاني حضرتك، انا احمد. بيقول له اي نعم انت احسن مدرب كونغ فو في المدينه كلها وراجل المهام الصعبه، بس انا هفرهدك معايا على الفاضي ومش هتعلم حاجه من الاخر يعني، فكك مني يا عم. فبيحزن شيفو جدا لان اوجوي قبل ما يموت طلب منه يهتم بتعليم بوه ويثق فيه. وبنشوف تايجرس وهي واقفه فوق القصر وبتقرر انها مش هتسيب الدنيا تخرب وهتنزل الوادي تحارب تايلونج حتى لو ده كان مخالف للاوامر. وقتها بيروح وراه المقاتلين الاربعه علشان يساعدوها وكده. والصبح بوه بيبقى جعان والاكل بيكون محطوط في رف عالي، فبيعمل حركه صعبه جدا علشان يوصل للاكل. وقتها شيفو بينبهر وبتجيله فكره، بيقول له بص يا ابني انت لو مشيت ورا دماغك هتفشل، جرب تمشي ورا بطنك احسن. ولما بيتخانق معاه علشان الاكل بيلاقيه بيطير في الجو عادي، بيقدر يعلمه حاجات كتير بالاسلوب ده. هو مش بيتعلم كل المهارات القتاليه دي مثلا علشان هو ذكي او بيتعلم بسرعه، لا هو جاست جعان. وكمان شيفو بيوعده انه لو نجح في كل تمرين هيديله طبق معجنات كتحفيز وبتاع اخر اليوم. المهم ان هو بيخلص تمرينات وبيقعد علشان ياكل بقى، ولكن شيفو الطفل بياخد منه الطبق كله، وابوه بيقول له انت ملتك ايه يا عم، انت بتعمل فيها ليه كده يا مفترن؟ وبيدوخوا
على اخر قطعه في الاكل وهو عمال يغطيها بالاطباق، وبو مش عارف يوصل لها وبيفضل يندب حظه ويقول يا ريتني ما سبت الواد، عمال باكل مكرونه طول النهار ودماغي رايقه بدل الذل اللي انا فيه ده. وفي الوقت ده بيوصل تايلونج للجسر، فبيطلع المقاتلين علشان يحاولوا يمنعوه ولكنه بيعجنهم وبيوقع الجسر بيهم، ولكن هم علشان فريق واحد بيتعاونوا كلهم علشان يضربوه وبيلفوا حواليه الحبل وبيرموه بعيد، وبيكونوا فاكرين كده ان هم خلصوا عليه لان الجسر وقع بيه، ولكنهم بيتفاجئوا ان هو طلع لهم تاني زي القضا المستعجل وبيقول لهم وحشتكوا صح، فبيمسكهم يعجنهم للمره التانيه وبيروحوا يعيطوا لشيفو تاني ان تايلونج قوي جدا ومفتري ومحدش يقدر يهزمه، وان العيب في قوته ازاي ده مش في ان هم ضعاف وكده، ولكن شيفو بيرد عليهم الرد المعتاد وبيقول لهم ان بو هو الوحيد اللي هيقدر يمنعه دلوقتي لان هو التنين المقاتل، ولكن بو بيكون واقف مرعوب من اللي بيحصل ده وبيقول له ايه ده بس كده المحاربين الخمسه كلهم اتضربوا منه، عايزني انا اللي اهزمه؟ ده انت دماغك شغاله. ولكن شيفو بيشده من قفاه ويقول له يلا اسمع يلا، هو ده الوقت المناسب اللي هديك فيه المخطوطه، هي دي اللي هتديك سر القوه علشان تقدر تتغلب على تايلونج. بيستخدم عصابة الحكمة اللي ورثها من أوجواي علشان ينزل مخطوطة الحكمة لبو، وبيكون فرحان جدا لأن هو بالشكل ده هيكون التنين المقاتل رسمي بس ما بيبقاش عارف يفتحها أصلا، ولما بتتفتح بالصدفة بيفضل يصرخ بصوت عالي وكل اللي موجودين في المكان بيتخضوا، ولكنه بيقول له يا عم أنت بتشتغلني دي فاضية. فبيتصدم المعلم شيفو لما بيبص فيها بيلاقي فاضية فعلا، وبيبدأ يتوتر جدا وهو عمال يفتحها ويقفلها، شغل خدمة العملاء ده، وبيتعصب جدا لأن هو مش فاهم إيه قصد المعلم أوجواي من المخطوطة الفاضية دي، والأهم من كده هو ليه عايشهم في الوهم ده من الأول، وبيقرر وقتها إن هو اللي هيحارب بنفسه. وقتها بيعملوا إخلاء للمدينة بالكامل قبل ما يوصل تايلونج، وأثناء ما كل الحيوانات بتهرب من المكان بيلاقي أبوه وبيعرفه إن مخطوطة التنين طلعت اشتغالة من المعلم أوجواي، فبيقول له إزاي يعني؟ فبيعرفوا أبوه إن هي طلعت فاضية، فبيقول له يا ابني عادي، ما الوصفة السرية اللي أنا كنت بقول لك عليها عندي مش سرية ولا حاجة، لأن هي نفس طريقة صناعة المكرونة في لأن هي نفس طريقة صناعة المكرونة في أي مكان، المهم إن أنت تبقى واثق في نفسك ومؤمن بالحاجة اللي أنت بتعملها. وساعتها بيقرر بني يرجع للقصر تاني بعد ما عرف الزتونة، ولما بيوصل لهناك بيلاقي تايلونج العاق نازل ضرب في ابوه وعمال يلومه لان هو سابه في السجن طول المدة اللي فاتت دي. المهم ان تايلونج بيتغاب عليه وبيكون خلاص هيحصل اوجواي، وكمان بيكسر عصاية الحكمة واللي بتكون ميراث للاجداد. وقت ابوه بيقف شوية كده ياخد نفسه من السلالم، ايه يموت نفسه يعني، وبيقول له انت بقى التنين المقاتل بوشك ده، تعرف بقى انت لو عملت عمليه شفط هتختفي، عارف ليه؟ فبيقول له مش عايز اعرف. يا اخي لا تقتل المتعه، انا كنت عايز اعرف. المهم بتدور بينهم معركه شديده جدا، وتايلونج بيكون عايز ياخد المخطوطه من بو، بيفضلوا هما الاثنين يضربوا في بعض لغايه ما بيطلعوا من القصر، وبيقعوا هما الاثنين من على السلالم، وبيفضل بو يتنطط زي فرده الكاوتش لحد ما بتطير منه المخطوطه للوادي، فبيروح بسرعه يغطيها بالاطباق، وتايلونج ما بيكونش عارف مكانها، فبيروح يضرب بو يرميه بعيد علشان يقدر ياخد المخطوطه. واخيرا بو بيشغل دماغه وبيقرر ان هو يستعمل الالعاب الناريه علشان يوصل للمخطوطه قبل تايلونج. قبل ما يحتفل بقى ويفرح وبتاع بيلاقي نفسه لبس في حيطه والمخطوطه طارت منه فوق سطح بيت، فبيبدا يتسلق الجدار علشان ياخدها، بس بيجي تايلونج من وراه يخبط الجدار خبطه قويه ويوقعه على الارض زي الرماد، وبتطير المخطوطه لبعيد، وبو بيلاقي نفسه بيطير هو كمان وبياخد المخطوطه، بس تايلونج يسيبه في حاله اكيد لا يعني، ويضربه واخيرا ياخد منه المخطوطه. ولما بيلاقيها فاضيه بيتعصب وبيرجع يضرب في بو تاني ان انا عايز اعرف الراجل يعمل لك ايه دلوقتي، اداك المخطوطه تضربه ما خدتهاش منه تضربه. وفي لحظه شجاعه كده بو بيقدر يضرب تايلونج، وبيتفاجئ وقتها ان هو قدر يعمل كده عادي. وقتها تايلونج بيتضايق جدا ان هو اتضرب وتهان من باندا زي ده، ولكن بو بيقدر يضربه تاني وبيستعمل الدهون اللي عنده استعمال غريب جدا وهي امتصاص الصدمات، فبيروح تاني علشان ياخد حقه من بو، فبيمسكه من صباعه وبينفذ عليه حركه الاصبع، والطريقه دي بتكون مدمره. وبيرجع اخيرا اهل الوادي وهم فرحانين جدا بالتنين المقاتل اللي قدر يهزم اقوى شرير في العالم، وبيقولوا له احنا فخورين بيك يا بو، انت مفخره حقيقي يعني. وبعدها بيطلع على القصر علشان يطمن على المعلم شيفو، وبيقول له ان هو قدر يثق في نفسه وينقذ الوادي ويهزم تايلونج، فبيفرح شيفو جدا لان هو قدر يحقق المستحيل زي ما المعلم اوجواي قال له. وبكده نكونوا خلصنا ملخص فيلم النهارده، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا النوعيه دي من الافلام. سلام.